يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن الحسد، لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. في البداية أحب أقول لكم إن الحسد مش مجرد عين بتحسد، لكن ده مرتبط بشوية مشاعر سلبية زي الاستكتار والغيرة أو حتى الكراهية. الشخص اللي بيحسد بيبقى دايما مستكتر عليك الحاجة اللي عندك، وبيتمنى انها تزول من عندك حتى لو هو مش هيكسب حاجة من كده. هو بس مجرد انه عايز يشوف الحاجة دي ما بقتش معاك، هو كده هيبقى مستريح. وده بيكون ناتج للأسف عن إحساسه بالغيرة، بإنه مش حابب يشوف حد تاني أحسن منه، وإحساسه بالنقص، بإنه حاسس بعدم كفاية اللي عنده أو إنه أقل منهم، وإحساسه بالحقد على غيره، وعنده رغبة دايما في إيذائهم ويشوفهم مش مرتاحين، على طول يبقوا عندهم مشاكل. في ناس كده في حياة كل واحد فينا، مستكترين عليه عيشته، مستكترين عليه صحته، مستكترين عليه شغله، ومستكترين عليه لمة أهله وإخواته حواليه، حتى مستكترين عليه شريك حياته، مستكترين عليك أي حاجة حلوة في حياتك، حتى لو الحلو ده حصلك بعد تعب سنين. المهم هما بيبقوا حاسدينك على الحلو بس، إنما تعالى جرب الوحش اللي عدى عليا، لأ، إزاي؟ ما يعوزوش ومش عايز يبصله أصلا. والحسد يعتبر سوء أدب مع ربنا، لأنك معترض على اللي ربنا قسمهولك وادهولك. فما تتعبش نفسك بالمقارنات بين حياتك وحياة غيرك، بين رزقك ورزق غيرك. ركز في نفسك شوية وارضى باللي ربنا قسمهولك. انت ما تعرفش البني آدم اللي بتحسده ده عنده ايه. انت نفسك لو مكانه مش هتقدر تستحمل. فبلاش تبص على الحلو اللي في حياته بس، اتمنى كمان الوحش اللي حصل له يحصل لك. ما انت مش واقف تنقي وعينك واسعة قد كده على الحلو اللي عنده، انما مش عايز وما تستحملش الوحش اللي حصل له. فانت يا اما تحسده على حياته كلها بحلوها وبمرها، يا اما تسيبه في حاله وخليك في نفسك. والحاسد دايما بيسعى للأذية بأي شكل، حتى لو هتوصل انه ينقل عن لسانك كلام غلط، او ينم عليك، او حتى يشوه صورتك بأي شكل، لمجرد انه مش عايز يشوف حد بيشكر فيك. وفي النهاية الحسد مميت. الحسد بيضيع فرحة، بيضيع صحة، وبيضيع راحة بال، وممكن توصل انه يفرق ما بين زوجين. فاللهم أبطل عين كل حاسد، واحفظنا من عيون تترقب حياتنا، واكفنا شرها، واجعل لهم نصيب مما يتمنون لنا. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح، كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.